في الآونة الأخيرة كنت شايفة إن في ناس كتير قوي بتبيع، واللي ليه مصلحة اختفى، وإن الناس بقت بتاعت مصلحتها شوية، بعض الناس طبعا مش كل الناس. ففي أغنية جت على الجرح قوي عند ناس كتير ومنهم أنا، وهي أندال أندال. كان لازم أقدم لكم صاحب الأغنية دي وتبقى نهاية مختلفة شوية. نكدت عليكم كتير النهاردة، فنسمع شوية مزيكا وأرجو أنكم تكونوا استفدتوا النهاردة. تعالوا نسمع أحمد موزة. فسبت المدرسة عشان خاطر الغنى. كنت سنة 5 ابتدائي، سبت المدرسة لحد ما اشتغلت. كنت باخد 100 جنيه في الفرح و150 جنيه. أيوة بتغني من زمان يعني. كله وانا عندي 10 سنين. فجيت فترة يعني انا حاجة لوحدي كده، نفسيتي وقفت عن الغنى، ما حبيتش ان انا اغني تاني. ليه؟ اهو كده كان بهدلة يعني. تعبت برضه وشقيت في المجال، واسكندرية واسماعيلية وكل ده. انت اصلا منين؟ انا من امبابة اصلا. لقيت نفسك بتتبهدل. الحمد لله بقى. فيعني سبت المدرسة عشان خاطر الغنى والكلام ده كله. سبت الغنى؟ انت بتقول جيت فترة قفلت من الغنى. يعني بعد ما اشتغلت 5 سنين بشتغل، واشتغل الفرح كله، اخد 150 جنيه و100 جنيه. بعد كده 100 جنيه في اليوم. جت فترة عندي انا
بس انا غنيتها بطريقتي في الفرح، عجبت الناس وكله بدأ يسأل عن احمد موزة تاني. بعد ما انا ما كنتش حابب ارجع المجال تاني، لقيت ربنا رايد برضو ان انا ارجع بس فرجعت عملت برضو بعد الملك للملك اغنية اسمها ضربة بضربة اكيد مردودة، وبس مكمل. وبتحطها على اليوتيوب وكده؟ عندي قناة، فكرت بقى الاستوديو برضو بتاعنا حاجة اسمها مش اخواتي، يعني شباب برضو بتحكي عن انا سمعت مش اخواتي دي حلوه قوي. عن سمعكم انا بقى الاغاني اللي انا اعجبت بيها وفرقعت. بس برافو انك اتعرفت من غير حاجه، يعني شغلك اللي اتكلم عنك. الحمد لله الحمد لله. انت شكلك صغير، انت عندك كام سنه؟ 24. صغير قوي. بس انا اغلبيه شغلي في الشارع برضو، يعني انا معتمد على ان هو انا ما بغنيش مع الاغاني والكلام ده، بغني لايف. غني لايف، اما هنسمعك لايف عشان نثبت ان احنا جامدين. عايزين نشغل انديه. طب ما تدينا يعني، ما تغني لنا حته. انت قلت لي اللي شهرتك ايه بقى غير الملك للملك دي؟ والله في حاجات كتير، الملك للملك وضربه بضربه ايوه ضربه بضربه. ماشي. ولا ايه مش اخواتي. ايوه مش اخواتي دي حلوه قوي. طب ايه اسهل لك؟ ايه اللي انت تحبيه. شفت التمكن. طب قول لي ايه اي حاجه. لا 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 را لا 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 يا عيني يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل مش اخواتي، انا خلاص صفيت معاكم كل حساباتي، وجودكم معايا اكبر غلطة في حياتي، انا خسرت كتير قوي وضيعت اوقاتي، بتأذوني وتيجوا في وشي بالاحضان وتاخدوني، عشان قرشين ضميركم ما تحاربتوني، بيجي الليل وانام ودموعي في عيوني، ياللي انتو دايما كارهني، انا نفسي تبقى احسن مني، انا عمري ما كرهت لكم الخير،
معرفش ليه مش حابيني، انا قضيت انا تعبت معاكو، مش عايز اكمل وياكو، عشان جدع ما تقدرونيش، انا ما باجيش تملي على هواكو. لما نطلع مع الفرقة واشتغل. مين بقى بيعمل لك اغانيك والموسيقى؟ يعني معايا برضو موزع اسمه يوسف اوشا، ده اللي عامل لي ضربة بضربة ومش اخواتي هو مطربين المهرجانات يعني في كل واحد عنده الناس بتوعه ما بيشتغلوش مع حد تاني ولا؟ لا عادي، انا مش مثبت معايا حد، يعني انا برضو الناس كلها حبايبي واخواتي، ويعني الناس كلها دي بقى بتقعوا على بعض ازاي؟ بص حضرتك تعرفوا بعض ازاي؟ يعني يعني ممكن اسلام ساسو ده برضو موزع حلو، زيزو، يوسف اوشا، حد تاني برضو، في ناس حلوه كتير توزيع، فانا مش مثبت حد معايا عشان كل واحد ليه طريقه. دول بتوع مهرجانات بيشتغلوا مع يعني مع حمو بيكا وشاكوش وكده والناس دي ولا لا؟ طبعا بيشتغلوا معاهم، بس انا برضو اغنيه ليها لون معين. مش زي مش مهرجانات قوي يعني يترقص عليها وبرضو تتسمع، بس مش مهرجانات يعني فيها سنه طرب يعني. انا يعني بعون الله يا عم اندال لسه كل ده الايام اللي جايه بامر الله، انا يعني بعمل فرقه ليا يعني هيبقى ليا ان شاء الله طالعه تاني، غير ان انا اطلع اغني مع الاغاني والكلام ده. يعني انت بتغني دلوقتي بتشغل مع الفرقه يا صاحبي بالامانه، طلعت سد خانه، وقفت ياما جنبك وانت مصمم على الندالة، اللي مصر انك تخسرني، هو انا زعلتك يا ابني؟ عمال بتحك في ضهري وبيوصلني. وحبيبتي اللي مفيش منها، ده انا بيع الدنيا عشانها، هتقبت فيك يا ابن انا راسك يا اللي تفكرت زاولها، اللي حبت اول مالكم ده ضفرها يا لا برقبتكم، مستي حقها تتدلع وكمان تعمل اللي يعجبها، مع انها لسعة شوية بس دي عندنا بالدنيا، ايوه بحبها وانا من اجلها خصمت البنات التانية.
ولما تعيط بتعاكل، ما بنامش الا لما انكشها وتزعل منا صالحها في ثانيه، اخصامي نفسها في وقوعي، لا ده انتوا بقيتوا بتوعي، على دي بقول لكم النار انكم عالدغري بقيتوا موضوعي، تخلعوا تيجوا بطريقتي هتروحوا فين من سكتي، هلعبكم علشان اكلكم سكه ليه ياللي سرحتوا بتفكيركم ان في يوم هاجي واحتاجكم، فعلا هحتاجكم واجيبكم لما تشوفوا حلمة ودان، شكلكم ما تعرفونيش انا من بفة مطريش، من غيركم اعيش واتعامل بس امانه لا تبعدوا عنكم، اسمع يا ابن الحصاله انا اسمي لوحده حصانه. كلام جامد قوي 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 قوي. اغنيه جامده ازاي؟ بصوا انتوا شفتوش ورا محب في حاصل ايه؟ حاصل مهرجانات، كلهم كانوا نايمين صحيوا اهم، واللي كانت بطنه وجعاه الحمد لله. لا لا هايله هايله. مين اللي ملحنها دي؟ زيزو المايسترو، حد من اسكندريه. طيب احنا مبسوطين قوي ان احنا اتعرفنا عليك، وانا جيت لك عشان انا كان لازم اوري الناس مين احمد موسى بجد، يعني اللايف عامل ملايين وكل حاجه على صفحتي، بس كان لازم الناس تشوفك وتتعرف عليك وان شاء الله الى الامام. وبرضو انا مبسوطه منهم صغيرين قوي في السن، يعني صغيرين ومجتهدين وزي ما بيقول. بيشتغل من عنده كام سنه؟ 24. لا من وانت عندك كام سنه؟ بغني وانا عندي 10. 10 والله تطلع افراح وانت عندك 10 سنه؟ افراح، انا كنت بقعد مع امي بتفرج على البرنامج بتاعك ما بنشيلوش. بجد والله ما بنشيل، امي بتعشقك. ربنا يخليك، سلمي لي عليها. بقول لك طب 10 سنين دي يعني عرفت منين انك بتعرف تغني ولا ايه؟ هو اول ما بدات يعني حد اكتشفني كان انت صغير كده؟ ال 100 جنيه ل 150 جنيه اسافر اسماعيليه، كان ساعتها ما لسه ما فيش مهرجانات ولا تغني اغاني ناس تانية بقى، ولا يعني ما كان لسه المهرجانات ما طلعتش، ما كانش فيه اعرف ان انا عندي يوتيوب زي ما دلوقتي عندي قناه يوتيوب. بس انا بحس هي اغانيك مش مهرجانات قوي، يعني عندك اغاني مش مهرجانات بس قوي، هو عشان التوزيع بتاعها توزيع مهرجانات، الريتم الريتم انا بعمل كده. مش ما هي رجعت اتشقلبت للحلوه اهي. طبعا الحمد لله، كويس. محدش يعرف نصيبه فين. هي الدنيا كده يعني. الحمد لله. انا بشكرك جدا والى الامام، واجي ابارك لك على الاغنيه الجايه ان شاء الله. تنور الدنيا يا ست الكل، تنور الدنيا. محمد منياوي عنده 22 سنة. ها 170 كيلو، هيشيل 170 كيلو بالراحة بقى. هو مش بيساعدوه، بس احنا لازم نشرح ان هو هيشيل كل ده، وفي العادي
بيروح سايب البتاع، بس بيبقى الارض مطاطه يعني. هنا لازم يشيلوها عنه عشان ما ينفعش يرميها على الخشب. كان معدي في الشارع وبعدين بيعدي صراحة، يعني رايح ويبص على اليافطة كده بتاعت الجيم ويقوم ماشي. لما اجي اقول له مثلا ده في عمليه كذا 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 عشان مثلا اطول ولا الاول او الكلام ده كله، يقول لي لا احنا كده كويسين، احنا نلعب رجلين وبنج وديد ليفت يعني، وبيدخلني بطولات مع الاسوياء اللي انا اصلا يعني هم شايفين ان انا ما ينفعش اخش معاهم، لان ضحكوا عليا في الاول ونصبوا عليا. استهزأوك يعني؟ ايوه استهزأوا ان محمد، بس لما هو مثلا عمل زي ما بيقولوا كده بالمعنى البلدي، خلى محمد من ولا حاجه يعني، خلاه عنده هدف وعنده طموح وعنده حلم. مفيش حد، بس مفيش حد ولا حاجه. لا يعني مش حكايه ولا حاجه يعني، هنقول من واحد مش رياضي لبطل ماشي، لكن انت مش ولا حاجه، انت بني ادم وليك قيمتك وليك كل حاجه، وهو طبعا ليه كل التقدير، ولكن من غير اجتهادك ما كانش هينفع برضه. بس الفضل الاول بس طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى بيرجع ليه، لانه هو وقف جنبي. انت كنت معدي الشارع وبتبص على اليافطه وبتاع، ايه اللي حصل بقى؟ احكي لي. هو ناداني، لقيت واحد بينادي لي بيقول لي تعالى 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 تعالى، سمعت صوت بيقول لي تعالى انت رايح فين؟ فقلت له مفيش، بس باخد الرقم. لقيته بيقول لي انا صاحب الجيم، تعالى اتفضل عاوز تعمل ايه؟ قلت له مفيش عادي. قال لي طب تيجي تجرب؟ قلت له ماشي تحت امرك. بجد والله انت جه في بالك يعني؟ دي حقيقة. جه في بالك ان هينفع يعني؟ ان ولا هينفع؟ ما كانتش هتوصل لكده بصراحه؟ لا صراحة انا طول عمري يعني ما فيش حاجة اسمها ما ينفعش. لا مش قصدي يعني، انا لما الاقي حد معدي ممكن افتكر انه هيجي يتمرن، اجبر بخاطره انه، لكن هتخيل ان هو يوصل للاوزان دي، وكنت متهيألي لا. كانش في الاول كده صراحة يعني، بس في الاول ان انت هتتعادل هتبقى كويس. دي كان اكتر هدف قلته له، اللي هو لازم كنت ازرع دي جواه، ان هو ينبهر ان هو فعلا يجي. وانت اصلا مدرب رفع اثقال ولا رفع اثقال وقوة بدنية، بس الاساسي رفع اثقال ابا عن جدي. ورحت بقى، هو انت اصلا بتدرس؟ انا دلوقتي في معهد فني، معهد خدمه اجتماعيه في كفر الشيخ. يعني انت اصلا منين؟ انا من طنطا، من قريه اسمها وايه اللي كان بيخليك تعدي؟ الجيم بتاعك فين؟ الجيم عند المعرض ورا المقاولين العرب كده، منطقه جنب القاهره يعني؟ لا مقاولين العرب طنطا. يعني في طنطا. في طنطا. فهو قال لي تعالى وخليك تتحدى اي حد، وبصراحه يعني هو وفى بالكلمه بتاعته، واتمرنت وبدات. اول يوم تمرين رحت بقى، تمام، ايه بقى يعني كان احساسك؟ لا عادي، كان احساسي ان انا يعني لا يعني وانت داخل كده ما قلتش بقى الناس كلها تبص لي وتبص عليا؟ انا عمري في حياتي من اول صغري انا اصلا يعني زي ما كابتن علي قال لك ان انا عمري ما اعتبرت نفسي كسار قامه حتى. انت باباك ومامتك عاديين؟ الحمد لله، الحمد لله ربنا يخليك. اخواتك عاديين الحمد لله، ما فيش حد في بلدي. عندك كام اخت؟ انا عندي اختين واخ. فهو خلينا يعني بدأ معايا واشتغل عليا، يعني اشتغل عليا جامد يعني. اول يوم دخلته كام سنه؟ 2.5 سنين بالظبط. يعني كان عندك 18 سنه؟ كان عندي 19 ونص. فمن هنا بقى خلاني الحمد لله اتحدى اي حد، وكان بيدخلني باباك ومامتك قالوا لك ايه ما رحت تقول لهم؟ لا بصراحه كانوش موافقين؟ ها؟ لا انا كنت مخبي عليهم في اول ليه؟ شهرين. انا متخيل انهم ما يرضوش. ليه؟ لا مش حكايه ما يرضوش، بس هيخافوا علي قصدي. هيخافوا عليا، هيخافوا على طبيعه جسمي. انا لو عندي ابن هخاف عليه، لان انا اصلا كنت ثانويه عامه ساعتها، ف كانوا عاوزيني اهتم بالدراسه قوي يعني. مش صحيا يعني بس دراسه؟ لا مش صحيا، هي الاغلبيه عشان الدراسه، اللي هم بيقولوا لي يعني الدراسه اهم، انت في الدراسه. بس انا ما كنتش شايف. خبيت عليهم لغايه امتى بقى؟ خبيت عليهم شهرين. اعتراف ما تعرفش تروح. لا خبيت عليهم شهرين، وبعد كده كنت جاي من الشغل ووالدي كان راكب معايا، فقلت له حصل 1 2 3 4 انا شايف نفسي فيه، فاقف جنبي. والحمد لله يعني من ساعتها هو يمكن مدعمني. بس الفضل الاول والاخير طبعا يرجع للكابتن علي، يعني هو من ساعتها من اول يوم دخلت في الجيم هو معتبرني يعني زي ابنه. يعني هو عنده ابن وبنتين، هو انا اعتبر الابن الكبير بتاعه. هو كابتن علي هو في مواصفات للي يرفع اثقال ولا اي حد؟ لا مواصفات لعيب رفع الاثقال الاسوياء دي بيبقى ليها مواصفات خاصه. تمام. ايه؟ اللي هو الدراع المفرود،
يعني انا كده ارفع يعني هو في دراع مش مفرود؟ في تانية صغيرة انت مش مفرود؟ ده بس اللي مش مفروض. لا وريني يعني ايه. ده كده مش مفروض، ده كده في تقوس يعني رفع اثقال البارالمبي عادي. البارالمبي ايه الفرق؟ ايه البارالمبي؟ البارالمبي اللي هو بيلعب رفعة البنش. المنياوي دلوقتي المفروض ان هو كان جاي على اساس ان هو يلعب رفع اثقال اللي هو بارالمبي. ده انا لعبتي الاساسيه رفع اثقال بارالمبيك اللي هي البنش، هي لعبه اولمبيه. فهو كابتن علي يعني دخلني القوه البدنيه الاول اللي هي الرجل والفخذ والسحب والبنج برضه. انتوا دخلتوا بطولات؟ دخلت بطولات طبعا اساسي، دخلت بطولات قوه بدنيه. اول بطوله هيشارك لسه فيها بارالمبي البطوله الجايه. حضرتك في يعني في البارالمبي يعني اول ماتش هيشارك فيه فين بطولة؟ هتتفاجئوا ارقام عالميه. بطولة ايه؟ هي بطوله جمهوريه، فهتتعمل في المركز الاولمبي في المعادي. معنى البطل العالمي الاولمبي شريف عثمان. لا انا جاهله قوي في الحاجه. لا حضرتك والله لا مش حكايه كده، هو بطل اولمبي كبير يعني الحمد لله ربنا يديله. احنا الابطال بتوع رفع الاثقال والخماسي وكده مش بحس ان في حد بيعرفهم او بيهتم بيهم، مع ان هم في ناس بتحقق ارقام رهيبه حضرتك مفيش دعم. لا هو في دعم بس الاعلام. هو مش الاعلام، هو احنا بنقدم اللي الناس بتحبه، والناس ما بتحبش غير الكوره. الناس ما بتحبش الكوره صح، بس هم فعلا لو بصوا للالعاب الاولمبيه واللي هي الالعاب الفرديه هي لو جم بصوا لها. منصات التتويج هي الالعاب الفرديه اللي هي مهمله. بقول لك يعني لما بتتفرج على بطوله اولمبيه بتقعد تستمتع بالحاجات اللي بيعملوها وارقام فظيعه. في الاخر بيرفعوا اسم علم مصر يعني. الحلم كل واحد بيرفع اسم بلده. كل واحد بيرفع اسم بلده، بس هم يعني لو سلطوا الضوء عليها اكتر. انت ناوي بقى ترفع على مصر؟ باذن الله. اليوم ما شاء الله دلوقتي انا ممكن اقول ارقامه دلوقتي اللي انا خافيها بقالي من اول ما ابتدى. دلوقتي المنيو ما شاء الله بيشيل 180 بنش بريس. طب وزير الشباب والرياضه يعرف عنك حاجه؟ لا انا لسه يعني الكابتن علي يمكن من الازمه. انا لسه ما سجلتش تبع النادي، يمكن من سبب اللي كابتن علي خفيه ان هو يعني خفيني. لا مش خفيه، لا هو احنا كده انت مش خفيك بقى خلاص. خلاص كده ما فيش خلاص. انا كنت مستني صراحه لحظه معينه كده اللي هو بعد البطوله اللي جايه، لدرجه ان طب ما تقول الارقام كده عشان السيادة الوزير يهتم. هو دلوقتي الارقام 180 بنش بريس. هو بيلعب دلوقتي، طلعته ميزان 59. طبعا صراحه يعني كنت اتمنى ان هو يبقى مع الكابتن شريف عثمان. بطل اولمبي. الميداليه بتاعته طبعا اساسي. راجل ليه رقم باسمه في الاولمبياد طبعا. فاتمنيت ان المنياوي طبعا بارادته صراحه، ان هو انا عارف ان هو عنده اراده وعزيمه جامده. هو مساعدني فيها ببرامج الاحمال ان هو يبقى شغال فعلا، ونظام اكله ودنيته، ان هو يوصل فعلا ان هو يكسر الرقم ده كمان. المنياوي لسه بادئ يعني هو بقى بعد بطوله الجمهوريه دي ممكن يدخل اولمبياد وكده. داخل المعسكر حضرتك. هو اصلا دلوقتي انا يعني عايز اقول حاجه، يعني هو يعني مع احترامي للموجودين دلوقتي، المنياوي كان كده هيتنوا معايا لحد ما يشيل ال 200 بنش. يعني في اقرب وقت اللي هي على تجميع المعسكر. انت بتشيل انت كمان؟ انا بلعب دلوقتي قوه بدنيه بعد ما يعني لو انا مثلا عايزه اتدرب اشيل ينفع والعمر ده هو تعالى هنا بقى تضحك. تعالى. لا بيضحك. تعالى. لو نويت بجد الموضوع سهل جدا. وفي كابتن اماني بطلة قوه بدنيه. يعني لازم ست اللي تمرني؟ لا مش لازم ست تمرني. انت بترفع انت كمان؟ يعني انا بلعب كمال اجسام، بس هو الصراحه يعني هو اللي عمل لي جسمي يعني بالاول. كمال الاجسام؟ بحقن ولا من غير؟ ده منظر واحد ايه؟ ازاي برضه بلعب بنفسي كده، بلعب بنفسي بس. كمال الاجسام لنفسكم مش بطولات؟ بس برضه بنلعب قوه بدنيه مع الكابتن. هو نبقى يعني شكلنا حلو ومهتمين بالرياضه. مشكلة بقى الشكل الحلو دلوقتي ده ان العيال كلها بيستسهلوا، فبيروحوا بقى جايبين GH وستيرويدز في ممكن ياخد السبلمنت مش ممنوع. لا ماشي كرياتينين والحاجات دي، لكن انا بتكلم بقى على الجروس هرمون. برضو الجروس هرمون يعتبر من امن الهرمونات. بس كبد بقى شكرا. هو مش كبد شكرا، هو كل حاجه بتتاخد ليها لا ما هو ده بقى بندخل الدخله دي بقى ما بيحصل ايه بقى؟
يقول لك خد شويه صغيرين مش هيعملوا حاجه وبتاع، وبعدين ياخد فيبتدي يكبر يلاقي نفسه عضل فيطمع فيروح واخد دوز اكبر الالعاب اللي هي العاب الهواه اللي هي زي كمال اجسام بياخدوا بلا وعي، مع احترامي انا اسف ليهم جميعا مهما كانوا ابطال، انما مع احترامي العاب اولمبيه فهو دايما يعني بيبقى لا انا بتكلم على كمال الاجسام لان كمال الاجسام بياخد عشان مثلا لو هو عايز بطوله، هو لو حاجه دول مسموح لهم ياخدوا متهيألي. مش مسموح، هي مش مسموح، بس هو لو عايز ياكل عيش ما قداموش غير ياخد. لا انا مش بتكلم، انت عشان بتقولي انا لنفسي فبقول لك نفسي ما امشي على دايت واعمل دايت والتزم على دايت واتمرن واروح كل ساعتين في اليوم. بتستسهل بقى. الناس بتستسهل، بس يعني الروح الطويله يعني العضله الطبيعيه بتستمر وبتقعد فتره اطول حتى لو انت مبطل حديد. ممكن بقى اي حد في اي، هو ضحك لما بقول ممكن ارفع ده. جدا. انت بتضحك ليه بقى؟ ضحكت ليه؟ مفيش عادي ترفع، الكابتن علي يرفع. يعني خدي بالك اقول لحضرتك على حاجه، عشان السن يعني؟ لا 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 السن ما هو الا رقم. انا رجعت العب تاني، رحت لعبت بطوله احمد علي اللي فاتت ديت عادي جدا. لا عشان انا مش بلعب من زمان فيطق لي ظهري. بقى في حاجه اسمها البنيه التحتيه، في حاجه اسمها مفاصل، في حاجه اسمها تمارين استرتشات قبل وبعد التمرين، نعمل فتنس الاول يعني وحاجات كده. في حاجه يعني برامج الاحمال او التدريب عامه، فالمفروض ان في اعداد بدني، في اعداد عام، في اعداد متقدم، في اعداد منافسات. كل فتره في عمر المتدرب بتاخد وقتها ان امتى يكون جاهز ومؤهل ان يشيل الوزن ده، ان يشيل ثقل امتى ويبدا. الحديده دي لما شلتها فاضيه تقيله برضه؟ لا حضرتك هو يعني من الاول هو بيتاسس مثلا من اول بيتاسس يعني ما فيش عمر ما فيش بطل اتولد بيشيل مثلا 180 كيلو ولا 200 كيلو، لا هو لسه بيتعلم من اول بار فاضي على اساس البار فاضي ده تقيل؟ لا مش حكايه ايه اللي هو لو واحد عنده لا انا بفكر اشيله عشان بسأل. لا حضرتك هو تشيليه حضرتك وتشيل اكتر من كده بكتير، في ابطال ياما قوي بيشيلوا اكتر من كده بكتير. ايه ده بس دول مش حديد؟ دول طارات ماديه عشان الهبد والرسم، احنا عاملين مكان مخصص لينا هناك. لا دي تقيله قوي، انا فاكراها بار فاضي يعني تمام يعني. طب شو اتفضل كده شيل انت من. لا 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 عايزه توازن لانها طويله. لا هي توازن انت حضرتك، ما هي المنطقه دي منطقه نص البار، في نص البار دي بتبقى في النص فوق عادي. توازن اصعب يعني، هي انك تشيلها مش صعبه لكن هي عشان طويله. عايش صراحه الطويله لا مش عمرها ما يعني ايه، ما في احنا ساعات بنعمل تمارين نشيل بار من النص، يعني حاجات استعراضيه لينا بنعملها بنشيل بار من النص ما يقعش بحديد. تمام. طب استنى شيل كده، شيلوا لها شيلوا لها البار. لا 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 حط بس امسك البار بقى. لا بس انت ما علمتنيش اقف ازاي. طب ثواني بقى كده، وريني تكنيك يعني. بس انا مش هعمل كده اكيد يعني. انا بقى حاسه ان يعني لا هو انا مش لازم اطلع وانزل يعني، شيلها وبعدين حاسه هيقع من الجنب يعني. تقيله قوي يا جماعه على فكره اللي بيشيلها تقيله قوي قوي يعني انا قلت البار فاضي هيبقى لطيف. ده ايدك على قد ما تقدري علشان لازم الظهر لازم من ورا يبقى مفرود. ايوه مفرود وتشايله، وامسك البار بقوه. ما سهله اهي ماشي مش صعبه ولا حاجه. سيب انت حضرتك سيب. لعلمك بقى، لعلمك هي كده صعبه بس مش صعبه كده بيبقى ليها طريقه حضرتك، ليها طريقه يعني. ممكن يبقى البار كده اهو
البار لازم يمشي على الجسم، لازم تبقى قوي. لازم يمشي على الجسم. طبعا كده كده في حامل رفع، طبعا هنلعب رجلين. اما لو بنجيب حد من تحت في تمارين كتير. بس بتحرق دي على فكره. حسيت ان انا برشحها في معدل الحرق بتاعها اعلى من بس انا مبسوطه منها. انت اكيد حياتك اتغيرت. اكيد طبعا كابتن علي اتغيرت 360 درجه. يعني حضرتك زي ما قلت لك يعني بقى عندي حلم وعندي هدف اسعى عشانه، ان شاء الله يعني بدأ ربنا ان انا يعني اخش المنتخب قريب ان شاء الله، يعني وان شاء الله باذن الله ان شاء الله العب بطولات اهليه والعب باريس 2024. ده الحلم الكبير يعني ان شاء الله. كابتن علي ميرسي والله. يعني مش اي حد زيك يهتم او يفكر في، يعني انت رياضي بجد. مش انا بتمنى، لا انا اصلا بحب الرياضه، مش فاتح جيم تجاره. انا بقول لك انت رياضي. حابب حديد، حابب رياضه، حابب اللي جاي. انا عايز زي محمد الاقيهم. انا عايز الم اللي في الغربيه الاقيهم، واوعد مصر ان انا اعمل فيهم ابطال. تقدر تعمل كل حاجه ولا يهمك، كل اللي بتحلم بيه تقدر عليه. هيوقفوك، هيحاولوا يقسوك ويحبطوك ويكسروك، خليك دايما جامد، جرب حاول عاند. ما فيش حد ولا حاجه، انت بني ادم وليك قيمتك وليك كل حاجه. وما تزعلش ده عادي، كله كلام على الفاضي. لو غرقوك قوم، لو وقعوك قوم، صدقني في يوم بعزيمة وإرادة تقف تاني كالعادة. في جواك سوبرمان، أحلامك بالإمكان، وعشان أنت بطل من جواك في حلم بيستاهل.